بعد الانفصال ام بيسان تكشف المستور عن خطوبة ابنتها من محمود. قبل فترة بيسان اسماعيل ومحمود ماهر اعلنوا عن انفصالهم رسميا وبشكل نهائي، والسبب لحد الان مجهول، وكل ما قالوه هو كان انه ما كان في نصيب وانفصلنا بالتراضي. لكن وسط كل هالهدوء اصابع الاتهام توجهت لام بيسان، والبعض قال انها هي كانت السبب من وراء هذا الانفصال. واليوم وبمقابلة على قناة LTV قررت ام بيسان تحكي وتوضح لأول مرة سبب الانفصال، فقالت بكل صراحة انه بيسان تسرعت في قرار خطوبتها من محمود، واضافت بيسان واضحة بحبك بتحبني تعا خطبني، بس هالشي في عالم الشهرة مو مقبول، كل شي مخبى تحت الطاولة وما حدا ظاهر وما حدا واضح. الجمهور شاف انه هذا الكلام كان عبارة عن رسالة مبطنة لمحمود، فهل بنظركم قصدت انه محمود كان يخفي اشياء كثيرة، وهل كلامها بأكد الاشاعات اللي انتشرت بعد الانفصال، ام انه فقط كانت تنتقد اسلوب بيسان في اتخاذ القرارات؟ الاسئلة زادت والجواب الحقيقي لسه ما طلع من بيسان او حتى من محمود. فضحتينا جبتينا بحبك وبتحبني تعا خطبني هيك. طيب خلينا نروح شوي للعاطفة للحب، شو بتتمنينا لبيسان مستقبلا؟ بتمنى لبيسان انه هلا تهتم بنجاحاتها وبشغلها ولا تتسرع باي قرار، ويعني بيسان دائما واضحه. بيسان مثلا اوكي حبت شاب اوكي بخطب، ما عندها والله بحب يعني سنتين وثلاثه وبعدين بخطب، لا. فلذلك تسرعنا كثير يا بيسو، لازم هالمره نطول بالنا. يعني فيك تختمي هي الضجه اللي عم تصير على السوشيال ميديا بانه تقولي التسرع؟ لا عليكي، بدي اقول لك شغله، كل شيء بالحلال حلو، وكانت بيسان يعني خلص انه بحبك وبتحبني تعا خطبني هيك. فبس هاي الشغلات يمكن بعالم الشهرة مش مقبولة. بعالم الشهرة كل شيء مخبى وتحت الطاولة، ما حدا ظاهر وما حدا واضح.